لو انت من الناس اللي بتشرب ميه كتير او سوائل كتير مع الفطار او قبل السحور، تعال اقول لك شويه معلومات مهمه مختلفه خالص عن اللي موجود بشكل عام على السوشيال ميديا. مش هاجي اقول لك ان الميه ما بتتخزنش وان انت هتفقدها بسرعه ومش هتكفي معاك على مدار اليوم. انما تعال نعرف التاثير الحقيقي لشرب الميه الكتير ممكن ياثر معايا ازاي على مستوى الجهاز الهضمي وعلى راحتي على مدار اليوم. الميه الكتير اللي بنشربها، بتكلم دلوقتي على الميه الكتير اللي بشربها بالذات وسط الاكل او بعد الاكل مباشره، دي بتعمل عمليه تخفيف للاكل جوه المعده وبتاخر عمليه الهضم بتاعته. مش كده وبس، كمان بتخلي التركيز بتاع الحمض المعدي اقل، وبالتالي فرص الاصابه مع الوقت بعسر الهضم او الانتفاخات اعلى. تعالى كمان اقول لك ان كمان مع السحور، وده العاده ان الناس بتيجي بعد ما بتتصحى بتشرب كميات ميه كبيره، لو انت واكل اكل كتير في السحور الميه ديت هتزود فرص الارتجاع بتاع حضرتك. وبالتالي ضروري جدا ان انا اخلي كميات الميه بتاعتي على قد احتياجاتي بدون النظر الى ان انا هصوم، لان كده كده الجسم عنده ميكانيزمات او عنده طرق بيقدر بيها يظبط كميه الميه بتاعتي على مدار اليوم. في الوقت نفسه عايز اقول لك خد بالك من العصاير اكتر، وخد بالك من المشروبات الغازيه اكتر، لان العصاير اللي جايه من بره البيت عاده محلاه بالسكر او مضاف فيها بعض المحليات الاخرى، ودي بشكل كبير بجانب تاثيرها على السعرات الحراريه وطبعا السمنه مع الوقت، في الوقت نفسه كمان بتفقد بسرعه وما بتستفيدش منها كتير. افتكر دايما ان صحتك اهم.